الناس اللي بتشتغل في مجال المبيعات واكل عيشها وبيتها مفتوح على العمولات. طبعا الفتره الاخيره انتم متاثرين ومفيش بيع وشراء والدنيا فيها ركود، وانت بتحاول تفهم نفسك ان ده اللي موجود. لا، انا احب اقول لك لا، في ناس بتشتري، وفي ناس لسه معاها فلوس، وفي ناس لسه مستقبلها هيتفتح. افتكر كويس وانت شغال في الشركه اللي انت فيها دي ان انت جزء من نجاحها. انت شغال بتبيع، شغال مثلا حسابات، شغال اي حاجه، في يوم من الايام ربنا هيفتحها عليك وهتعمل شركه. بس حط ده في دماغك. معاك لابتوب بيبيعه، معاك حاجه انت ما بتستخدمهاش ليها سعر بلاي ستيشن، اي حاجه زي الحاجات دي بيعها واعمل راس مال صغير وابتدي اشتغل في حاجه انت بتحبها وهتديرها كويس وصح. على فكره الموضوع مش صعب، اتكل على الله كده وتوكل على نفسك. انت مش قدها، انت مش قدها انك انت من بكره تفتح شركه. لا انت قدها، هي المشكله في الفلوس. حاول تلم فلوس على قد ما تقدر وربنا هيكرمك. انا بقول لك اهو ربنا هيكرمك. كل الناس اللي عملت مشاريع جازفت وخطرت. اللي يجي يقول لك لا بلاش دلوقتي، الوقت ما يسمحش، الظروف البلد، كل ده تعطيل ليك. بعد كده مش هتعرف تعمل حاجه فعلا. عايز تعمل حاجه ابتدي اعملها من دلوقتي وتوكل على الله، صلي استخاره وانت هتبقى قوي. واسمع مني وشوف، وهفكرك بالفيديو ده انك انت هتكون